في باريس المحادثات الرسمية بين الجانبين، اليمني برئاسة الأخ الرئيس والفرنسي برئاسة الرئيس إدستان. هذا وقد تم صباح اليوم توقيع اتفاقية للتعاون الفني في مجال المواصلات، وقعها من الجانب اليمني الأخ محمد سالم باسندوة وزير التنمية، وعن الجانب الفرنسي وزير الدولة لشؤون المواصلات. هذا وفي الساعة 10 من صباح اليوم عقد الأخ المقدم إبراهيم الحمدي رئيس مجلس القيادة والقائد العام للقوات المسلحة مؤتمرا صحفيا في الساعة 10 من صباح اليوم بتوقيت فرنسا في قصر ماروني، حضره مراسلو وكالة الأنباء والصحف ومحطات الإذاعة والتلفزيون الفرنسية. وقد أكد الأخ الرئيس خلال المؤتمر: أنا سعيد أن ألتقي برجال الصحافة والإعلام أثناء زيارتي لهذا البلد الصديق، وإذا كان لي في البداية من كلمة أريد أن أقولها فإني أوجه الشكر الجزيل إلى الشعب الفرنسي الصديق وإلى رئيسه العظيم وحكومته الرشيدة، شاكرا لهم حسن الضيافة والكرم والإفادة. ولقد كانت فرصة طيبة أن التقيت مع فخامة الرئيس وتبادلنا وجهات النظر العديدة والتي كانت متفقة إلى حد بعيد. كما قام زملائي أعضاء الوفد بالالتقاء مع نظرائهم من أصدقائنا الفرنسيين وبحثوا معهم عديدا من القضايا والمشاريع. لا شك نحن في الجمهورية العربية اليمنية نعطي هذه الزيارة أهمية خاصة، وهي بلا شك ستكون فاتحة لتعاون أشمل وأوسع، كما أننا ننظر إلى فرنسا الصديقة نظرة خاصة. سواء على مستوى العلاقات الثنائية بين اليمن وفرنسا أو من خلال قضايانا القومية المصيرية. ولقد اكتسبت فرنسا مكانة خاصة لدى العرب جميعا، وذلك من خلال مواقفها الشجاعة من القضية العربية وموقفها العادل من قضية الشعب الفلسطيني. ولقد كانت مباحثاتنا ناجحة مع أصدقائنا، وهناك اتفاق تقريبي في الكثير من القضايا التي تهمنا. ونحن كدولة من دول البحر الأحمر نحرص كل الحرص على أن يظل البحر الأحمر منطقة سلام ووئام، وأن يستفيد كل أبناء المناطق المطلة على البحر الأحمر من ثرواته الممكنة. فقد وجدنا تفاهما كاملا لدى أصدقائنا الفرنسيين. كما أننا سعداء باستقلال جيبوتي، هذا البلد العربي الشقيق
ونقدر الحكمة التي اتبعتها فرنسا في إيصال هذا البلد إلى الاستقلال بصورة سلمية وناجحة. كنا قد دعينا في الجمهورية العربية اليمنية إلى عقد مؤتمر قمة عربي، وقد وجدنا تفاهما لدى كل الأخوة العرب وموافقة، ولكنهم أيضا يدعون إلى لقاءات مسبقة لكي يأتي المؤتمر ناجحا وموفقا. إنني معجب جدا بهذا البلد الصديق وبرجاله وبكل من قابلتهم من أبناء فرنسا، مؤكدا بأن العلاقات الثنائية بين اليمن وفرنسا ستسير إلى الأمام بخطوات أفضل وأقوى. كما أني سعيد لما تم من اتفاق في شتى المجالات، وأكرر شكري لرجال الصحافة والإعلام طالبا نقل تحياتي وتقديري إلى الشعب الفرنسي الصديق وشكري للرئيس على كل ما لقيناه. أيها الأخوة، الأخ الرئيس يصافح الطلبة الذين جاءوا. هذا وكان الأخ الرئيس قد استقبل في قصر ماريني في الساعة 8 من مساء أمس عددا من الطلبة وأبناء الجالية اليمنية في فرنسا. وبعد يسرنا أن نتجه كلمة بسيطة لتحية لكم الأخ رئيس مجلس القيادة والقائد العام للقوات المسلحة المقدم إبراهيم الحمدي باسم طلبة الدراسات العليا وطلبة الجامعات ومتدربي الجمهورية العربية اليمنية في فرنسا. يسرنا أن نرحب بكم متمنين لكم طيب الإقامة وأن تكلل زيارتكم بالنجاح لما فيه مصلحة شعبنا اليمني. الأخ الرئيس، إننا نشيد بالخطوات الجريئة التي اتخذتها حركة 13 من يونيو التصحيحية في إيجاد الدولة المركزية، متمنين تعميق هذه الخطوات وتطويرها لما فيه مصلحة اليمن، هذا الشعب الذي عانى كثيرا من الانقسامات والتشتت. كما شهد الأخ الرئيس بصحبة وزير الدفاع الفرنسي السيد إيفون بورج أمس المهرجان العسكري لعرض الطائرات والمعدات الحربية ضمن برنامج الزيارة التي يقوم بها الأخ الرئيس لفرنسا. Il a été commandé en 200 exemplaires par l'armée française. أيها الإخوة المشاهدون في الجمهورية العربية اليمنية، ومن المقرر أن يغادر الأخ الرئيس